يا مساء الفل على كل الجيمرز وعشاق الموبايلات. النهاردة معانا موبايل غريب شوية عن السوق اللي احنا متعودين عليه. موبايل كل الفكرة اللي فيه انه جاي علشان يقولك مش هتحتاج الشاحن تاني في حياتك. والموبايل ده هو الوان بلس تيربو 6، واللي هيخليني اخدك في الفيديو بتاع النهاردة في رحلة هقولك فيها على كل تفاصيل الموبايل. فانت مش هتخرج من الفيديو ده الا لما تكون عارف كل حاجة عن الموبايل ده، العيوب قبل المميزات. لان هقولك في الاخر وبمنتهى الصراحة هل الموبايل ده يستاهل انك تدفع فيه فلوسك وتشتريه ولا لا. فحضر حاجة تشربها واقعد رايق، لان هحسسك في الفيديو ده انك ماسك الموبايل في ايدك بالظبط. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. تعالوا بينا في الأول نبدأ من بره، من التصميم بتاع الموبايل. أول حاجة عينك بتقع عليها أول ما تمسك الموبايل في إيدك. فأنت أول حاجة هتحس بيها أول ما تمسك الموبايل ده إنك ماسك دبابة كده أو مدرعة، حاجة قوية تستحمل معاك. وده لأن الموبايل قوي ومتين، والموبايل ده كمان شكله رجولي شوية لأنه تقيل في إيدك، ولكن برضه مع الوزن التقيل ده إلى حد ما هو مريح في الاستخدام. خامته فخمة هتحسها قوية من أول لمسة، وكمان لو اتعرض للمية او التراب ما تقلقش خالص لانه مش هيحصل له اي حاجة. ظهر الموبايل جاي بخامات محترمة، وده لان وان بلس مركزة في الموبايل ده انه يستحمل الاستخدام العنيف شوية، ما يكونش بس مجرد شكل حلو. ومن اهم المميزات القوية في الموبايل ده زي ما قلت لك انه بيجي بشهادة مقاومة IP68 و 69، ودي حاجة نادرة الى حد ما في الفئة السعرية دي، لأن الموبايل هيكون مقاوم للتراب والمية وضغط المية العالي لعمق 1.5 متر تحت المية ولمدة نص ساعة. فأنت ما تقلقش خالص لو وقع من إيدك أو جات عليه شوية مية. والموبايل بيجي بألوان هادية بس ملفتة وشكلها شيك قوي، زي الأسود والأبيض، وكمان اللون المنت جرين الأخضر الفاتح. فالموبايل ده التيربو 6 من وان بلس عامل زي الشخص الأنيق، ولكن كده شياكة وأناقة بدون مبالغة، معمول مخصوص للناس الرايقة اللي ما بتحبش البهرجة الكتير. وبعد الشكل الخارجي تعالوا بقى نروح لتاني اهم حاجة في الموبايل ده بعد البطارية، وهي الشاشة. فالشاشة دي هي النجمة الحقيقية بتاع الموبايل، حاجة كده هتخليك تنسى الدنيا وانت بتستخدمها من جمالها وحلاوة ألوانها. هتحس انك قاعد جواها وانت بتستخدمها، مش مجرد كده بتتفرج عليها من بره. فالشاشة دي مساحتها كبيرة 6.78 بوصة من نوع LTPO AMOLED، وتقنية ال LTPO المتقدمة دي معناها ان الشاشة بتتحكم بشكل ذكي في معدل التحديث من اول 1 هرتز لغاية 165 هرتز، وده بشكل تلقائي حسب اللي انت بتعمله على الشاشة. يعني لما بتقرا نصوص بتقلل التردد علشان توفر لك في البطارية، ولما بتلعب جيم بقى بترفع التردد او الريفرش ريت ده لاقصى درجة علشان تاخد اقصى سلاسة. والشاشة دي بتيجي بدقة 1.5K بكثافة بكسلات 2772 في 1272 بكسل، وده هيدينا 450 بكسل لكل بوصة في الشاشة. يعني التفاصيل اللي بتظهر على الشاشة دي هتكون حادة زي الشفرة بالظبط، والنصوص واضحة جدا حتى في الخطوط الصغيرة، والصور بتبان كأنها 3D كده. الشاشة بتيجي بدرجة سطوع بتوصل لغاية 1800 نتس في البيك أو الذروة، يعني تحت أشعة الشمس المباشرة وفي عز الظهر هتشوف كل حاجة بوضوح. والشاشة دي كمان فيها سطوع تلقائي ذكي بيحس بإضاءة البيئة وبيظبط نفسه بشكل اوتوماتيك. والشاشة دي بتيجي بمليار لون، وبتدعم كمان ال 10 بت كولر ديبس وال HDR 10 بلس والدولبي فيجن، يعني هتاخد ألوان متفجرة. فانت لما تشغل نتفليكس أو يوتيوب على 4K الفيلم هيطلع غني بتدرجات والتباين السينمائي. وكمان بتدعم ال DCI-B3 بنسبة 100%، وده علشان تاخد ألوان دقيقة احترافية. فانت لو بتعمل إيديت لأي صورة أو فيديو هتشوف الألوان زي ما المصور شايفها فعلا. فكل ده بيخلي الشاشة بتاعة تيربو 6 من وان بلس شاشة احترافية محترمة جدا. نسبة الشاشة للواجهة 89.3% مع حواف رفيعة جدا، يعني هتاخد شاشة كاملة بدون أي إزعاج، مع نسبة عرض 20:9 واللي هتكون مثالية للأفلام واليوتيوب. وكمان الشاشة دي بتيجي بطبقة حماية من نوع كريستال شيلد جلاس المقاوم للخدوش مع مستوى حماية عالي، يعني لو حطيت الشاشة في جيبك مع المفاتيح أو أي عملة مش هيحصل لها أي حاجة. نيجي بقى لأهم حتة في الموبايل اللي بتهم الناس العمليين جدا واللي بيدوروا كده على الجوهر والمفيد في أي موبايل، وهو الأداء أو المعالج بتاعه.
فالتربو 6 من ون بلس بيجي بمعالج عامل زي الوحش بصراحة، هيشغل اي حاجة ويعمل اي مهام انت عايزها على الموبايل ده كأنه كده بيرقص رقص التانجو بمنتهى السلاسة والانسيابية. فالموبايل بيجي بمعالج من انتاج كوالكوم وهو السناب دراجون 8 اس جين 4، واللي بيجي بدقة تصنيع 4 نانومتر، وده معناه انك هتاخد معالج بكفاءة طاقة عالية جدا مع اداء فلاج شيب ولكن بتكلفة اقل. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواة، بحيث ان نواة بتيجي بسرعة 3.2 جيجا هرتز، ودي النواة القوية اللي في المعالج والمخصصة للمهام التقيلة. وعندك 5 أنوية بيجوا بسرعة 2.8 جيجا هرتز ودول للمهام المتوسطة، ونواتين بيجوا بسرعة أو بتردد 2 جيجا هرتز ودول للمهام الخفيفة. يعني باختصار المعالج ده هيقدم لك توازن مثالي ما بين القوة والكفاءة، مع معالج رسومه محترم جدا وهو الأدرينو 825، واللي بيدعم خصائص زي الري تراكنج والهاردوير ليفل اب سكيلينج. يعني الجيمز اللي زي جينجن امباكت واونر اوف كينجز هتشتغل معاك على اعدادات جرافيك الترا اتش دي ب 120 فريم في الثانيه بشكل مستقر، مع اضاءه واقعيه وتاثيرات ظلال ثلاثيه الابعاد. وكمان الجيمز اللي زي ببجي موبايل وسي او دي موبايل هتشتغل معاك ب 90 فريم في الثانيه بدون اي تقطيع. وكمان عندك وضع الجيم سبيس المحسن اللي موجود في الموبايل اللي بيحافظ لك على الفريمات بشكل مستقر، ووضع الاي سبورتس مود اللي بيقفل لك كل الاشعارات واللي بيجند لك كل موارد الموبايل وانت بتلعب علشان تاخد احسن تجربه جيمز، ناهيك طبعا عن اداء الموبايل ده في الاستخدام اليومي. فانت بقى يعني كده حدث ولا حرج، واتساب وانستجرام وتيك توك ويوتيوب كده على فيديوهات 4K، كل ده هيشتغل معاك زي الزبده، مش هيقابلك اي مشكله خالص وانت بتستخدم الموبايل. حتى لو انت بتعمل شغل على الموبايل زي المونتاج او الايديت، هتقدر تعمل مونتاج لفيديوهات على كاب كات من غير اي مشكله خالص. كل حاجه هتشتغل معاك بشكل سلس 100%. وكمان الانتقال ما بين التطبيقات بيتم بشكل فوري، مفهوش لاج ولا شطر حتى بعد 8 ساعات استخدام متواصل. والمالتي تاسكينج شغال في الموبايل ده زي الفل، هتقدر تفتح اكتر من 10 او 15 او 20 تطبيق في نفس واحد من غير اي مشكله خالص. حتى لو رجعت لهم بعد فتره هتلاقيهم لسه شغالين من غير اي مشكله خالص، من غير ما تضطر تعمل لهم ريلود مره تانية. الموبايل بيجي برامات من نوع DDR5X بسعه 12 او 16 جيجا بايت رام، مع إمكانية إضافة رام افتراضي لغاية 12 جيجا بايت رام إضافية. وطبعا ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا في استخدام التطبيقات والمالتي تاسكينج. وكمان الموبايل بيجي بسعة تخزين من نوع UFS 4.1 بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، يعني مش هيقابلك أي مشكلة خالص في الحتة بتاعت سعة التخزين دي. وكمان نظام التبريد بتاع الموبايل نظام تبريد ممتاز. الموبايل مع أقصى استخدام ليه السخونية بتاعته هتكون مقبولة جدا ومش هتأثر على الأداء بتاعه خالص. فباختصار انت مع التربو 6 من ون بلس هتاخد اداء فلاج شيب بكامل قوته مع استقرار مذهل، ولكن بسعر موبايل فئة متوسطة. تعالوا بقى نتكلم عن اهم نقطة في الموبايل ده واللي بسببها ون بلس سميته التربو، وهي البطارية. لان البطارية هي نقطة القوة الاكبر والابرز في الموبايل، وده لان الموبايل ده بيجي ببطارية ضخمة جدا بسعة 9000 ملي امبير. ايوه انت سمعت الرقم صح، 9000 ملي امبير. فانت واخد بطارية تابلت في موبايل. لا والله كمان ده التابات بتيجي ببطاريات اصغر من كده. فالموبايل هنا بقى خارج الطبيعي. اغلب الموبايلات بتقف عند 5 او 6000 ملي امبير، لكن انت هنا بتتكلم في 9000 ملي امبير. يعني من الناحية النظرية يومين استخدام متوسط بمنتهى السهولة، ويوم كامل جيمنج ونت وتيك توك ويوتيوب. اهرس الموبايل زي ما انت عايز ومش هيخلص منك شحن كمان. لا ومش كده وبس، ده الموبايل بيجي بقدرة شحن 80 واط، يعني الموبايل هتشحن معاك لغاية 80% في حوالي 50 دقيقة، وده رقم ممتاز جدا بالنسبة للبطارية بالحجم ده. وعلشان تاخد شحن 100% فول تشارج فده هيكون في حوالي ساعة وربع تقريبا. وطبعا زي ما قلت لك ده رقم ممتاز جدا بالنسبة لحجم البطارية الضخم ده. ومن اهم المميزات برضو اللي موجودة في الموبايل انه بيدعم الشحن العكسي، علشان تقدر تستخدمه كباور بانك تشحن بأي جهاز تاني. وبصراحة ده أول مرة أحس فعلا إن الشحن العكسي هيكون تجربة عملية ومفيدة، لأن حجم البطارية هنا ضخم جدا، يعتبر معاك أنت موبايل بتاعك وباور بانك إضافي موجود في نفس الموبايل. والشحن العكسي ده بيجي بسرعة 27 واط، يعني هيكون عملي معاك جدا. فلو أنت من نوعية الناس اللي بتكون سايبة الموبايل بتاعها طول اليوم في الشاحن أو في الباور بانك، الموبايل ده حرفيا ممكن يغير حياتك تماما. تعالوا بقى ننزل ونتكلم على الكاميرات اللي معظم الناس بتبص عليها أول ما بتيجي تشتري موبايل جديد. فأنا مش هقولك هنا إنك هتاخد كاميرات موبايل فلاج شيب،
ولكن في نفس الوقت برضو مش هتاخد كاميرا عادية، فانت هتاخد كاميرات حلوة جدا ومش هتحتاج معاها لأي حاجة تانية. فانت عندك كاميرا أساسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 فتحة واسعة بمستشعر من سوني وهو ال IMX890 مع مثبت بصر OIS ومثبت إلكترون AIS واللي بيشتغلوا مع بعض. يعني انت هتاخد صور نهارية حادة تفاصيلها زي السكين مع ألوان مشبعة بشكل طبيعي مش مبالغ فيه زي بعض الموبايلات اللي بتخلي البشرة لونها أورنج، بتكون مشبعة بزيادة يعني. والكاميرا التانية أو العدسة التانية فهي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل ودي عدسة الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة واللي بتيجي بزاوية 112 درجة، ودي هتكون كاميرا مثالية للصور الجماعية أو الطبيعية اللي موجودة في الشوارع المصرية المليانة تفاصيل. أما بقى الكاميرا التالتة فهي بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو للصور القريبة جدا زي الورود أو الحشرات. وعندك كمان كاميرا 2 ميجا بكسل خاصة بوضع العزل أو البورتريه واللي بتطلع لك بورتريه نظيف وطبيعي. الحواف بتكون مظبوطة ما بتبانش إن فيها غلطات. وكمان الموبايل ده بيجي بأوضاع تصوير كويسة جدا، عندك مثلا وضع النايت مود القوي بفضل OIS، يعني هتاخد صور ليلية في الشارع هتكون كويسة جدا. اللمبات النيون بتطلع مضيئة وكمان تفاصيل الصور بتكون واضحة بدون نويز كتير، مش زي الكاميرات الرخيصة اللي بتطلع لك كده أداء مش أحسن حاجة والصور بالليل بتكون أسود فحمة. وعندك كمان وضع البرو مود اللي بيحب يلعب في الإعدادات بتاعة التصوير زي الايزو والوايت بالانس والشارتر سبيد علشان تقدر تعمل كل الحاجات دي بشكل يدوي وتاخد نتائج احسن. وكمان عندك وضع ال HDR للتباين العالي زي الغروب ووضع البانوراما مود للصور الواسعة. وون بلس بتقوم بمعالجة الصور في الموبايل ده بشكل ممتاز جدا باستخدام الهايبر تون انجن، يعني عندك معالج صور AI بيحسن لك التفاصيل وبيزود لك الديناميك رينج وبيصحح لك الالوان بشكل تلقائي حسب الاضاءة اللي موجودة في المكان. وكمان عندك مستشعر الطيف اللوني اللي بيقيس الضوء بدقة علشان الوايت بالانس يبقى واقعي مش اصفر او ازرق زي بعض الموبايلات التانية. فانت بصراحة باستخدام الموبايل ده هتاخد شوية صور زي الفل هيعجبوك جدا. بالنسبة بقى لتصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات بجودة 4K ب 60 فريم في الثانية مع تثبيت روك ستيدي 3.0، يعني لو بتصور وانت ماشي في الزحمة او راكب المترو او اي مواصلة الفيديو هيطلع سلس كده زي الفل. وكمان هتقدر تصور فيديوهات سلو موشن بدقة HD لغاية 960 فريم في الثانية، يعني هتاخد فيديوهات حركة بطيئة خرافية. وعندك برضو الكاميرا السيلفي بتاعت الموبايل ده ما تقلش خالص في قوتها عن الكاميرات الخلفية. فانت عندك كاميرا سيلفي مميزة جدا بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4 واللي فيها وضع ال HDR وموجود فيها مثبت إلكتروني AIS، يعني هتقدر تصور فيديوهات الستوريز بتاع انستجرام وريلز هتكون زي الفل. هتاخد فيها بشرة ناعمة بشكل طبيعي مش مفرط، وهتقدر تاخد بقى برضو صور بورتريه مود للسيلفي ببوكيه نضيف جدا هيعجبك. وبرضو من اهم مميزاتها انك هتقدر تصور بيها فيديوهات 4K ب 30 فريم في الثانية، يعني هتقدر تعمل بيها ستوريز وريلز ممتازة هتقدر تستخدمها في كل حاجة. الموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل اندرويد 16 وده من العلبة بتاعته على طول مع واجهة ون بلس الأكسجين OS فيرجن 16، وده معناه انك هتاخد احدث نظام تشغيل اندرويد مع مميزات خصوصية وامان محدثة. فالواجهة بتاعت ون بلس دي بقت انعم كتير عن زمان مع تخصيصات كتير للسيمز والايقونات ومود جيمنج وكمان تحكم في معدل التحديث ووضع توفير الطاقة القوي، وكل ده مدمج بشكل حلو قوي مع الهاردوير بتاع الموبايل مع مميزات ذكاء اصطناعي كتير ومتعددة هتخلي استخدامك للموبايل سهل ومريح جدا. الموبايل بيجي بمستشعر بصمة أسفل الشاشة واللي بيشتغل بشكل ممتاز من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وكمان الموبايل بيدعم خاصية الفيس أنلوك علشان تقدر تفتح الموبايل بتاعك باستخدام بصمة وراجل الفيس ID واللي بتشتغل برضه بشكل كويس من حيث الدقة أو السرعة بتاعتها. وكمان الموبايل بيجي بالمستشعرات الأساسية زي مستشعرات التسارع والتقارب والدور المحيط والبوصلة والGPS اللي في الجهاز بيشتغل بشكل ممتاز من حيث الدقة والسرعة بتاعته. وطبعا الموبايل داعم بشبكات الجيل الخامس ال 5G وبيدعم الاتصال بشبكات الواي فاي 6 و7. وكمان الموبايل بيجي مستشعر IR بلاستر علشان تقدر تستخدم الموبايل كجهاز ريموت تتحكم بيه في الأجهزة الكهربائية زي التكييف أو التلفزيون. وكمان بيجي بمستشعر الاتصال قريب المدى NFC عشان لو انت بتستخدم الموبايل في الدفع اللا تلامسي. والموبايل بيجي بإصدار بلوتوث 5.4. ومن أهم وأقوى المميزات اللي موجودة برضه في الموبايل ده إنه بيجي بسماعات ستيريو واللي صوتها ممتاز جدا من حيث العلو أو النقاء بتاعها. وسعر بيع الموبايل هيكون في حدود $400، وده بصراحة سعر ممتاز بالنسبة للمواصفات القوية اللي بيجي بيها الموبايل.
اول ما الموبايل يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري الموبايل ده. وزي ما احنا متفقين دايما ان مفيش اي موبايل مهما كان خالي من العيوب، واللي خليني كده الخصها لك بسرعه علشان تكون عارفها لو انت يعني قررت انك تشتري الموبايل. اول عيب هو ان الموبايل وزنه تقيل شويه، وده ممكن يكون مش مناسب للناس اللي بتحب الموبايلات الخفيفه او الموبايلات كده ما بتاخدش حجم او مساحه. تاني عيب ان الكاميرات بتاعت الموبايل مش الافضل، خصوصا لو انت من الناس اللي بتركز على التصوير او اهم حاجه عندها في الموبايل هي الكاميرات والتصوير بتاعه. العيب الثالث ان مفيش مدخل 3.5 ملم اوديو جاك، وكمان مفيش مكان لكارت ميموري. غير كده انا شايف ان الموبايل ده هيكون صفقه ممتازه للناس اللي بتقضي اليوم كله بره البيت ومحتاجه موبايل يسد معاها اليوم كله من غير ما تحتاج تشحنه كل شويه. وكمان لو انت من الناس اللي بتحب الجيمنج وكمان بتحب تتفرج على فيديوهات ومسلسلات كتير على الموبايل. وكمان الموبايل ده هيكون مناسب ليك يعني لو انت مش فارق معاك ان الكاميرا بتاعته تكون احسن كاميرا في الدنيا. ففي الحالة دي الوان بلس تيربو 6 ممكن يكون بالنسبة لك احسن صفقة وهيقدم معاك الغرض وزيادة. وفي النهاية لو عندك اي سؤال عن الموبايل ده او اي موبايل تاني سيبولي في التعليقات وهرد عليك بنفسي في اسرع وقت. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك فيديوهاتنا الجديدة اول باول. اشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.